السلام عليكم، كيف حالكم يا بنات؟ اليوم إن شاء الله بعمل معاكم الزبادي المطبوخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحين معانا هذه القارورة مبخرة عدة مرات، شوفوا هذا حق القطر، حق التبخير، تمام. معانا هذا العطر، ومعانا هذا المسك حق عبد الصمد القرشي، ومعانا هذا عنبري، وهذا عنبري وزعفران شوية شوية، وهذا المسك الحجري، تمام. وهذا المسك السائل مع المثبتات، مسك سائل ومسك وورد اسطنبولي، تمام يا بنات. دحين بنبدأ نصلح. شوفوا بنسكب هذا الشحم أو الفازلين كلهم داخل هذا المكان، كامل هنا، تمام. وشغلنا ورصينا الشولة على حاجة بسيطة، تمام. شوفوا كيف يدوب. بنسكب فيه المسك الحجري، طبعا انا مشيش ادخل قارورة الملعقة البلاستيك في النار. وهذا ايش اسمه، نزيد قليل، أنا قد برشته من أول. خليه لما يدوب كل المسك كل الحاجات تدوب مع بعض. بيرفع الشولة، ارفع عن النار عشان ما يحرقش، او اني بنقص الشولة واطرحه عادي. دحين شوفوا بعد ما داب المسك داخل الغازلين بنسكبه في القارورة هذه المبخرة، تمام يا بنات. بنسوي له العطور، تمام. بنسوي له من هذا مثبت، بنسوي منه ملي واحد، هذا كده نص ملي وهذا نص ملي، وهذا الأساس، العنبر الأساس قطرتين 3 قطر، تمام. كل واحد على حسب الكمية. وبنسوي العطر، هذا 5 ملي، تمام يا بنات. دحين برضو بشم الريحة، ما نخليه دحين تخمر ان شاء الله. بس نسينا الزعفران مع ايوه كده خلاص. دحين نخليه يبرد. شوفوا يا بنات دحين ده بعد ما جمد، شوفوا كيف جمد. ده الحين يعني خرجت منه قليل بس على جنب. الذي يشتي يكون عطر يعني من غير اخضرين اخضر، والذي يشتي يسوي له اخضرين بنسوي له هذه الكميه قليل اخضرين، تمام. نسوي له اخضرين، في ناس يحبونه مع الاخضرين. شوفوا كيف. هذا شو الزبادي ابو اخضرين، وهذا الذي خرجت الكمية حق من غير اخضرين، يعني الذي يشتيه مع الاخضرين يعمل، والذي يشتيه من غير اخضرين يعمل. هذا بعد ما جمد، شوفوا كيف. وهذا مع الاخضرين.
خلاص حبايب كده تمام. دحين بنخليه يتخمر، ضروري يتخمر، نخليه يتخمر اسبوع اسبوعين شهر، كل ما يتخمر اكتر كل ما يطلع احلى. يلا السلام عليكم.